أهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهاردة هنتكلم عن أغلى 10 لعيبة. نبدأ من رقم 10، كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، بياخد 39 مليون دولار في السنة، 35 مليون من المرتب و4 من الإعلانات. في المرتبة التاسعة معانا ساديو ماني، بعد ما راح للنصر السعودي بياخد 52 مليون دولار، يعني أكتر من لعيبة كبار حاليا في أوروبا. رقم 8 معانا محمد صلاح فخر العرب، بياخد 53 مليون دولار و18 منهم من الإعلانات والرعاة. رقم 7 فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بياخد 55 مليون دولار، وده طبعا نظرا لمهارته رغم سنه الصغير. رقم 6 هالاند ماكينة الأهداف، بياخد 60 مليون دولار وهو لسه في بدايته، تخيلوا. رقم 5 مبابي، بعد انتقاله ريال مدريد بياخد 90 مليون دولار، وأكيد الرقم ده هيزيد مع الوقت. رقم 4 بنزيما من الريال للاتحاد السعودي، بياخد 104 مليون دولار. رقم 3 معانا نيمار، أيام ما كان في الهلال السعودي قبل ما ينتقل منه كان بياخد 110 مليون دولار، ومعظمهم من المرتب رغم الإصابات. في المرتبة التانية معانا ميسي ملك الكرة، بياخد 135 مليون دولار مع انتر ميامي، 75 منهم من الرعاة. أسطورة حية يا جماعة. كريستيانو رونالدو دايما بيحب يكون في المرتبة الأولى، حتى معانا في الترتيب في المرتبة الأولى. نجم النصر وأغلى لعيب في العالم، 285 مليون دولار، 220 منهم من المرتب والباقي من الإعلانات. انت شايف مين فيهم بيستاهل الرقم اللي بياخده، ومين شايف ان مرتبه اوفر؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، ولو عجبكم الفيديو دوس لايك وسبسكرايب عشان يوصلك فيديوهاتنا الجاية أول بأول. سلام.